على فكره احنا اول مره نسمع اول مره في حياتي اسمع الجمله دي. 25 سنه بشتغل في البيزنس. حوكمه الشركه بتبقى محتاج حاجه اسمها دستور عيله، اللي هو بيكنترول العيله نفسها، لان هو في الاخر الشركه هي العيله. مين اللي بيحط دستور العيله؟ منتورز من بره بيساعدوك في انك انت تبني دستور العيله. انا دلوقتي خلصت جامعه، تمام. هل هخش اشتغل على طول؟ لو دستور العيله بيقول ايوه اول ما تخلصي جامعه روحي اشتغلي في العيله على طول، تمام. لكن لو دستور العيله بيقول لا قبل ما تخشي الشغل عندنا لازم يبقى عملتي ماسترز، مش هخش. ده دستور الشركه. لا، دستور العيله، الله. لان هو شغال على فرد من العيله. ليه يبقى في دستور للعيله لما هو اصلا كده في قوانين جوه الشركه هتطبق على العيله او بره العيله؟ يعني دلوقتي انت عندك النصار واللو، كل واحد عنده دستور عيله مختلف. لا، دستور واحد. دلوقتي حضرتك عايز تشغل مدير، بتيجي تشوف السي في بتاع المدير شاطر ولا لا. شركات العيله بيحصل زي ما حصل معايا، دخلت بقيت مدير التصدير. لا انا مستغرب. دستور العيله في حاجات كتير جدا. على فكره احنا اول مره نسمع اول مره في حياتي اسمع الجمله دي. 25 سنه بشتغل في البيزنس، فانا بالنسبه لي بجد دي حاجه غريبه عليا. وعنده مصنع حديد وصلب وعملت حاجات قبل كده. يعني مثلا انا عندي اخوات، في اخوات مش شغالين في البيزنس، احنا كلنا مثلا في الاخر هناخد ارباح. تمام. طب انت مميزني انا اللي شغال في الشركه ايه؟ طب ما انا ممكن اخد ارباح واروح افتح بيزنس تاني لوحدي. انا ممكن اقول ايه، لا دستور العيله اللي شغالين من العيله جزء من الارباح ليهم هم بس.